العين تقدر تقتل اخويا، تقدر تقتل، والله تقدر تقتل. العين القاتلة، كاين العين قاتلة، العين القاتلة يعني أذاها وضررها إلى الأذى القتل، والضرر ديالك يوصل للقتل. وكما جاء في الحديث أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس، تورد الرجل القبر والجمل القدر. وثبت في كتب التاريخ أن هشام بن عبد الملك في كتب التاريخ دخل المدينة وهو بعد أن أدى فريضة الحج، فدعا أهل المدينة لزيارته في محل إقامته، فدخل عليه سالم بن عبد الله بن عمر، وكان كبيرا في السن لكنه كان طوالا وهيئته حسنة، فجلس معه. فلما خرج سالم رحمه الله ورضي عنه، قال هشام، وكان معروفا بالعين، قال: ما رأيت ابن 70 أحسن كدنة منه. ما شفت واحد عمره 70 سنة أحسن هيئة منه وأحسن منظرا وبهاء منه. فلما رجع سالم إلى بيته حمى مباشرة، جاءت الحمى، فقال لمن حوله، قال لمن حوله: أترون أن الأعور يعني به هشام بن عبد الملك قد لقعني بعينه، يعني أصابني بعينه. يقول راوي هذه القصة والحادثة، قال: فما خرج هشام من المدينة حتى صلى على سالم بن عبد الله. هذه العين القاتلة. فيه العين المعطلة. العين المعطلة يعني يرى الإنسان فيعطل جزءا من وظائف جسمه الحيوية، وهذه كما ذكرنا سبب من الأسباب، وأثرها وتأثيرها لا يقل عن الأول. الثالث وهو الأكثر وقوعا، العين الممرضة، أن تكون سببا في المرض، في مرض عضوي أو مرض نفسي. وهنا ألفت النظر إلى جزئية مهمة جدا، لا تبحثون عن كيفية العين وكيفية تأثيرها وشنو علاماتها العلامات، تقلب وحالاتها والتعرف عليها. أنت إذا أصبت بمرض عضوي أو أصبت بمرض نفسي وكان سببه العين، أنت عالج هذا المرض العضوي بالطرق الطبية المعروفة أو النفسي عند الأطباء النفسيين، ومعها الرقية الشرعية. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في العلاج. يا أخي العين شي حاجة واعرة بزاف، أنت تظن أنه شي سهل هذا؟